ده انا عندي داتا قليله 100، ال100 ممتازين، 50 حلوين جدا، لانك انت بتوصل لعميل هو بشكل كبير جدا مهتم، وكمان جاي لك وهو واخد توصيه من حد تبعك، فبنسبه كبيره جدا تقدر من ال100 تاخد منهم نسبه 20 30% تقدر تشتغل بيهم الدفعه الثالثه، زائد على فكره ان احنا هنجيبه من بره. طيب ازاي نجيبه من بره؟ يبقى كده احنا اول حاجه قلناها الطلبه بتوعي ازاي هستفيد منهم واجيب الناس اللي جوه. ازاي بقى اجيب من بره؟ طبعا عشان اجيب من بره لازم اكون انا عامل محتوى كويس على السوشيال ميديا بتاعتي، مقدم محتوى فعلا فريد، اتكلم على تخصصي علشان تفيد الطلبه بتوعي. دي امر ما مش هنتكلم فيه، يعني ده هتلاقي فيديوهات كتير جدا بتتكلم في انك انت لازم تدعم شغلك بمحتوى على السوشيال ميديا، بحيث ان الطالب قبل ما يخش لك ويشترك معاك لازم يكون شايف ان في حاجه على السوشيال ميديا مجانيه خالص، انا داخل اشوفها واتفرج عليها واؤمن بالافكار بتاعتك واؤمن بشغلك، علشان خاطر لما اخش الاكاديميه ابقى داخل مطمن.